السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضارة الفرعونية حضارة من أكثر من 5000 سنة، لسه موجودة لحد وقتنا الحالي. بس ظهرت آراء كتير إن اللي بنوا الأهرامات دول فضائيين، وده لأن أصحاب النظرية دول شايفين إن الأهرامات مستحيل بشر يقدر يبنيها. مستعدين نعرف الموضوع مع بعض؟ يلا بينا. الحضارة الفرعونية مرت ب3 مراحل. المرحلة الأولى الإمبراطورية القديمة، ودي كانت عاصمتها منفس، ودي اللي كان فيها بناء الأهرامات. وبعد كده مرحلة الإمبراطورية الحديثة وعاصمتها طيبة. والمرحلة الأخيرة كانت عصر انحدار الحضارة الفرعونية، وفيها كانت نهاية الحضارة الفرعونية بدخول الرومان مصر واحتلالها. ظهرت افتراضات كتير عن الفراعنة وجدل حول حياتهم، آخرهم معارضه موقع مايستروس يونيفرسيتي، واللي فيه إن الباحثين لقيوا حصى غريبة في جنوب غرب مصر، والحصى دي اسمها هيبتيا. والغريب في الحصى دي إنها بتحتوي على نسبة كبيرة من الهيدروكربونات، وده عكس مكونات الحصى في كوكبنا. وقال عالم الجيولوجيا بجامعة جوهانسبورغ إن الحصى دي كانت موجودة قبل أزمنة ولادة الشمس. وفي نفس الوقت ربط الموقع بين المعلومات دي إن التجويف الغامض اللي اكتشف مؤخرا في الهرم الأكبر للملك خوفو يشمل عرش الملك المصنوع من الخشب والحديد المتداخل مع مكونات النيازك اللي سقطت على الأرض من آلاف السنوات. وده طبعا غير سكين الملك توت عنخ آمون اللي لقيوها في مقبرته. النسل مصنوع من معدن مش موجود على كوكب الأرض أصلا، ورجح العلماء إنه مصنوع من النيازك. وفي نظرية تانية بتقول إن الأهرامات مش مبنية من الأحجار. طب إزاي تم رفع العدد المهول ده من أطنان الأحجار؟ وقال إنها بنيت من الطين، واللي قدروا يشكلوه لحد ما وصل بشكل الهرم الحالي اللي احنا نعرفه. أما بقى عن نظرية الفضائيون إن البشر زاروا الكوكب قبل التاريخ وتواصلوا مع البشر ونقلوا ليهم تكنولوجيا متطورة جدا، منها سر التحنيط اللي محدش قدر يكتشف سره لحد دلوقتي. النظرية دي مش مشهورة قوي، بس بتجذب انتباه الناس اللي بتحب قصص الخيال. النظرية دي ظهرت في أواخر القرن العشرين، وأصحاب النظرية دي ما سكتوش على كده. دول قالوا كمان إن البشر كلهم أصلهم كائنات فضائية، وقالوا ناس منهم إن البشر كان شكلهم مختلف، ولكن الكائنات الفضائية عدلت في شكل البشر للشكل الحالي، وتم الترويج للنظرية دي في هوليود من خلال أفلامهم. أما بقى عن المصريين، فأنيس منصور الكاتب المصري المعروف اللي اتولد في المنصورة سنة 1924 عمل كتاب وسماه الذين هبطوا من السماء سنة 71. وصف فيه الكائنات الفضائية اللي سكنت الأرض وبنوا حضارتهم، واختفت حضارتهم ومبقاش منها غير بعض الأدلة التاريخية. وقال أنيس منصور كمان إننا مش وحدنا، وإن الفراعنة حكمهم فضائيون لهم بشرة زرقاء، وإنهم هم اللي بنوا الأهرامات، لأن الإنسان والسفن ما كانوش يقدروا ينقلوا صخور بحجم صخور الأهرامات الحالية. ومع ذلك تعرض الكاتب وروايته لانتقادات كتيرة جدا. طب هو الرأي الصحيح فين؟ أحب أقول لك إن مفيش حاجة اسمها فضائيين، وكل صور الأطباق اللي التقطت كانت صور مزيفة، وبيصوروها عن طريق أطباق بلاستيكية، وده عشان خاطر يكسبوا فلوس وشهرة. وفي حادثة شهيرة سنة 1947 واللي حصل فيها إن في بالون كبير اتحطم، كان عبارة عن مراقبة عسكرية، وقالوا إن ده حطام سفينة فضائية كبيرة جدا، وتعرض وقتها فيديو لتشريح الكائن الفضائي ده. بس بعدها ب11 سنة اعترف خبير المؤثرات البصرية يشارك في نحت وتصميم المخلوق نفسه، وقال هيمفيز المخلوق مصنوع من مادة الإيتكس الشبيهة بالأنسجة الحية، أما جسم المخلوق من الداخل فكان محشو بأمخاخ الدجاج، واستغرق صنع المخلوق 4 أسابيع كاملة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.